هلو ده بارت 2 من روتين شعري الفترة دي، ولو ما كنتوش شفتوا بارت 1 هتلاقوه قبل الفيديو ده على طول، ولازم تشوفوه عشان بجد هتستفادوا منه جدا. خلونا بقى في الفيديو ده نكمل باقي الروتين واكلمكم عن الكونديشنر، واللي هو مش رفاهية خالص يا جماعة، وان الشعر ما ينفعش يتغسل بالشامبو بس لان لوحده بينشف الشعر جدا، ولو ما فيش كونديشنر هتلاقي شعرك بيتكسر، ولو ناشف او هايش حالته هتسوء اكتر وهيتقصف. فهو بيرطب الشعر جدا وكمان بيخليه اسهل في التسريح وبيحميه من التقصف والهيشان. خطوة الكونديشنر بتكون اخر حاجة في خطوات غسل الشعر، ولو هتستخدمي حمام كريم هيكون قبل البلسم وبعد الشامبو او قبل الشاور خالص اصلا، وهقولك ازاي دلوقتي. عايزة اقول لكم اني كنت بستخدم كونديشنر كاش كينج لفترة طويلة وكان كويس جدا، بس فجأة حسيت انه ما بقاش بيعمل حاجة فبدأت استخدم كونديشنر ايفا، ويا جماعة بجد حلوة قوي، بيرطب الشعر وبيدي للشعر لمعة خطيرة ونعومة وبيفك التشابك، فبصراحة هو عجبني جدا غير الشامبو، وانا كلمتكم عن الشامبو في بارت 1. وطريقة استخدام الكونديشنر زي ما قلت لكم هو بيكون اخر خطوة في الشاور، وطبعا مش بيتحط على فروة الراس، بيتحط على الشعر بس وبيتساب ماكسيموم 5 دقايق وبعدين بيتشطف كويس جدا من الشعر. الخلاصة ان البلسم خطوة اساسية وما ينفعش تستغني عنها. طيب انا قلت لكم ان خطوة حمام الكريم او الهير ماسك ما بين الشامبو والكونديشنر يا اما بتحطيه قبل غسل الشعر اصلا على الشعر وهو مندي. طب ازاي؟ عادي جدا، هتخلي شعرك مندي شوية، بتمسحي عليه وايدك فيها مية او ببخاخ مية بحيث ما يبقاش مبلول جدا، يكون مندي بس، وتجيبي حمام الكريم اللي انتي بتفضلي وتوزعيه على شعرك خصلة خصلة من اول الشعر لحد الاطراف وما يلمس برضو فروة الراس. الفترة دي انا بستخدم هير ماسك هير روتس، ويا جماعة خطير بجد مفهوش غلطة. عارفين لما تقعوا في حب منتج؟ اهو ده بالظبط اللي حصل معايا. تركيبته كمان خطيرة، في كولاجين وهيلورونيك اسيد وفي زيت الارجان وفي كمان زبدة الشيا وكراتين وزيت اللوز وفي زيت جوز الهند وفي فيتامين اي وزيت الصبار. هو بيرطب وبيغذي الشعر جدا وبيقويه وبيزود لمعان الشعر كمان، وبيعالج الشعر الجاف والتالف وبيقلل التقصف والهيشان، وكمان بيعيد اصلاح الشعر المتضرر. هو قوامه مش خفيف، قوامه تقيل، فمناسب قوي للشعر اللي اتدمر بسبب الصيف والرطوبة. بجد يا جماعة حلوة قوي، وكان بقالي فترة كبيرة ما استخدمتش حاجة وعجبتني كده، بنصحكم جدا تجربوه. كمان هو موجود على نون، وهسيب لكم كود الخصم بتاعي على الشاشة. عايزة اقول لكم طريقة اننا نحط حمام الكريم في الاول خالص وقبل غسل الشعر دي بتدينا فرصة اننا نسيب المنتج على شعرنا الوقت الكافي اللي يخلي شعرنا يستفاد منه. فانا بحطه على شعري بالطريقه اللي قلتلكوا عليها وبسيبه ساعتين على الشعر بس، وممكن بقى على فروه الراس اكون عامله اويلنج مثلا او عامله ماسك الصدر، وبعد الساعتين بغسل شعري عادي جدا بالشامبو والكونديشنر. وحاولوا وانتوا بتغسلوا شعركم الميه تكون فتره مايله للبروده، ما تكونش سخنه عشان شعركم ما يقعش، وكمان وانتوا بتنشفوه تكون الفوطه ناعمه او فوطه مايكرو فايبر. تعالوا بقى نروح لخطوه ما بعد الشاور والليف ان، وانا كنت بعمل ايه وبقيت بعمل ايه هنكمل في بارت 3. بس قبل ما نقفل الفيديو عايزة افكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناة لحد دلوقتي اشتركوا، كمان فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد، وكمان اكتبوا لي كومنت باي سؤال عندكم، انا برد على كل الاسئلة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وشير مع صحابكم. وبس كده، باي باي.